السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جميل وجديد وان شاء الله يعجبكم. النهارده بقى يومنا عند الطيور، شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. النهارده بقى بنتكلم مع بعض في كل حاجة، عايزين نتكلم في اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات وانا ارد عليكم. احنا بحب اعيش الفراخ مع بعض ونتكلم في اي حاجة تخص الطيور بتاعتنا. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين يا حبايبي؟ طبعا انتوا عارفين في فصل الشتاء طبعا بيكتر الانفلونزا وبتكتر الميكروب ويكتر الحاجات الوحشه ديت، وبالذات في انفلونزا الطيور دي ربنا يعافينا منها. فطبعا لازم انتوا تعملوا مضاد حيوي في البيت، اللي هو تعملوا لهم مضاد حيوي على طول. يعني تعملوا لهم بصلتين مع فصين توم وتخرطوا لهم وتديها لهم. ده مضاد حيوي جميل جدا للطيور. يعني لو عملت لهم فصين توم مع بصلايه كبيره كده، خرطها لهم مره كل اسبوع، يبقى انت عملت اقوى مضاد حيوي للطيور بتاعتك. لازم تحصنيهم كويس عشان الميكروب والامراض اللي دايره دي اللي منتشره. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يا حبايبي شايفين بسم الله ما شاء الله. وطبعا يا حبايبي تحصنوا الطيور بتاعتكم بمعلقتين خل ومعلقتين عسل. جميل جدا تحطي معلقتين خل مع معلقتين عسل وتضربيهم في الميه اللي هم بيشربوها. يبقى انت كده عملتي مضاد حيوي برده جميل. وحاجه تاني برده اقول لكم عليها، انك لو عملتي لو حطيتي معلقه كوبايه شيح على الميه، جميل جدا. الشيح دوت جميل فظيع. الشيح برده اقوى مضاد حيوي جميل، هيرفع المناعه ويقويها للفراخ. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يبقى لازم تحصنوا الطيور بتاعتكم وترفعوا المناعه بتاعتها عشان الامراض والميكروب اللي داير في الجو. شايفين يا حبايبي؟ اهو زي ما انتم ما شايفين كده. اهم حاجه لو عجبكم الفيديو ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. واستنظروني في فيديو جديد ان شاء الله يا حبايبي، بمعلومه جديده وفكره جديده وكلام جديد ان شاء الله باذن الله. وطبعا اللي شيروا الفيديو لاصحابكم علشان تشير الفيديو دوت الكل يستفاد منه، عشان الكل يستفاد واحنا نستفاد برضه. يلا سلام بقى يا حبايبي.